السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة من قناة طقطق ومشمش. كل الناس بتبعت على الكومنتات تسأل مين مشمش. المشمش ده مفاجأة، اللي هيعرفها ان شاء الله لما ارجع مصر بالسلامة ليه هدية كبيرة عندي، يكتب لي العنوان فين وانا هبعت له الهدية، بس يأكد مشمش هو مين. وفي حاجة تانية، في 2 من اصدقائنا باعتين لنا وقايلين اساميهم نقولها في اول الفيديو، جودي ووعد، بنسلم عليهم وطقطق بيسلم عليهم. والنهارده احنا عند الجرين هاوس، هنخش نصور من جوه وهجيب لكم كل حاجه بالتفاصيل واحده واحده، واوريكم اسعارها ونشوف الفرق قبل ما يكون في خصم وبعد ما بقى في خصم. يلا بينا يا جماعه نبتدي ونخش الجرين هاوس. يلا بينا يا جماعه. دلوقتي احنا داخلين على الجرين هاوس، هوريكم اسعار حاجه حاجه من جوه عشان تعرفوا الفرق وتعرفوا. الناس كلها بعتت لي وقالت لي قولي لنا من جوه الاسعار ايه، فانا هخش اصور من جوه واجيب لكم الاسعار كلها عشان تعرفوا ان انا مش بتكلم وخلاص ومش بقول لكم ان الحاجه جوه رخيصه اي كلام، هي فعلا الحاجه جوه رخيصه بزياده. يلا يا جماعه بينا. بصوا يا جماعه، حتى اللي عايز جواكت لاولاده هيلاقيها هنا برضو في الجرين هاوس، اللي عنده ولاد كبار يعني او ولاد صغيرين كمان هيلاقي جوه حاجات ليهم تنفعهم وتفيدهم. يلا بينا يا جماعه الجرين هاوس. احنا كده دخلنا، بس انا ايه هاخد كده ثواني منه عشان لازم نسيب الشنطه. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي دخلنا اهو، بنصور من الجرين هاوس نفسه اهو يا جماعه. عايزين نبتدي نلف جوه بقى براحتنا ونتفرج على اسعار الحاجه. بصوا هنا دي حمامات كريم 3 درهم 99 يعني ب4. حرفيا انا جربتها وطلعت حلوه جدا. وده غسول للفم ب2 درهم 99 يعني ب3 درهم برضو حلو جدا. والشاور والصابون ده حلو برضو قوي اهو يا جماعه. الشامبو بتاع الشعر ده حلو قوي. والديتول ده ب7 درهم. يلا يا جماعه نخش، يلا بينا نخش جوه. بس معلش هو المكان زحمه شويه فاستحملونا بقى في الزحمه دي. معلش يا جماعه استحملونا في الزحمه، الدنيا زحمه شويه لازم تستحملونا. تعالوا نشوف اسعار البسكوتات، لاني انا زي اي ام ولادي بيموتوا في حاجه اسمها بسكوت وشوكولاتات. بصوا يا جماعه، هنطلع من اول فوق. النسكافيه هنا ب6 درهم 12 كيس ماشي، يعني ب7 درهم ماشي. وبعديه البونبوني هنا، البونبوني ده حلو جدا انا جربته وطلع تحفه. والشوكولاتات دي كمان. وهنا ده السلمون يا جماعه بعد اذنك كده، السلمون هنا يا جماعه عليه عرض 3 درهم ونص. وهنا المكرونه دي حرفيا حلوه جدا، 4 اكياس مكرونه اي نوع اللي انتوا عايزينه هتلاقوه موجود ب5 ونص. تعالوا نطلع كده شويه عند بقيه الشوكولاتات والبسكوتات. انا قلت لكم الشوكولاته دي بكام؟ ب8 درهم يا جماعه. بصوا قد ايه، بصوا كبيره قد ايه يا جماعه، ب8 درهم بس حلوه جدا. طبعا احنا عارفين ان الحاجات دي كلها عليها عروض وده مش سعرها الحقيقي، هي اصلا سعرها اغلى من كده بكتير. البيض يا جماعه، البيض الاحمر ده ب7 درهم والابيض ده ب3 درهم 39 يعني برضو هنقول ب4 درهم يا جماعه. وده ده ب10 برضو، ده ب10. كام بضايه؟ هقول لكم كام بضايه بالظبط. 6 9 12 15 بضايه ب10 درهم يا جماعه. البيض الاحمر ده انا كمان يا جماعه زيكم نفسي اعرف ده بيض ايه. المملح، بيض دجاج مملح يا جماعه. بصوا اهو مكتوب عليه بيض دجاج مملح. هو مملح جاهز، هو انا ما جربتوش بصراحه، انا بحب البيض العادي
انا زي اي ام بحب البيض العادي. ممكن تكون في ناس بتحبه، واحنا جبنا لكم مكانه اهو في الجرين هاوس. وزي ما قلت لكم دول 15 بيضه ب 10 درهم. يلا بينا. الشوكولاته دي يا جماعه حلوه وانا مجرباها، حلوه قوي. ب 11 درهم 99، يعني ب 12 درهم. وده النسكافيه ده كويس برضو، هو انا ما جربتوش بس شكله كويس. 8 درهم يا جماعه. والصلصه هنا حلوه برضو، اسعارها حلوه قوي. والكاتشب ده انا مجرباه وخدته عندي في البيت وطلع حلو قوي، وطعمه كمان حلو جدا. بكام؟ ب 8 درهم الكاتشب. ماشي يا جماعه. كده تعالوا كده بقى. هنا زحمه قوي. اللبن بقى واقسام اللبن، عشاق اللبن والولاد اللي بيحبوا العصير زي ولادي. هنا ده مشروب طاقه، مشروبات الطاقه هنا كتير قوي يا جماعه. اكتر حاجه بتتباع هنا مشروبات الطاقه، بس للاسف مش حاطين اسعار على الثلاجه. وانا كنت واخده العصير ده المراعي ده للبرتقال، كان حلو قوي، بس للاسف مش فاكره سعره لاني كنت واخده معاه حاجات كتير. ماشي. ايه بقى هنا اللي ب6 درهم؟ اللبن، لتر اللبن ب6 درهم اهو يا جماعه. لتر اللبن ده ب6 درهم. ماشي. يلا بينا يا جماعه نخش جوه شويه. المقرمشات وعشاق المقرمشات 7 درهم. كيس المقرمشات ده كله يا جماعه ب7 درهم. حلو برضو، طعمه لذيذ. الولاد وهم قاعدين بالليل قدام التلفزيون بيحبوا الحاجات دي قوي، بتبقى متعه بالنسبه لهم. وطبعا المارشميلو وعشاق المارشميلو اهو. عرض المارشميلو يا جماعه، الكيسين ب7 درهم اهم، واضحين في الكاميرا. بجد كل حاجه هنا اسعارها حلوه، اسعارها حرفيا حلوه. بصوا هنا برضو مكرونه اهي، بس اللي بره انا حاسه ان عرضها احسن. مكرونه صغيره عرض خاص ب7 درهم، بس انا جبت من اللي بره بصراحه وكانت حلوه قوي. اندومي بقى وعشاق الاندومي كلهم، والاندومي الكوري كمان. 5 اكياس اندومي كوري ب10 درهم، 9.5 اهو. انا ما جربتوش بصراحه يا جماعه، انا ما جربتش الاندومي الكوري هنا لان انا بحب الشطه بس مش قوي قوي، يعني ماليش فيها قوي، فما جربتش بصراحه الاندومي الكوري. جربت اندومي عادي، الاندومي العادي طعمه حلو ويتاكل. الولاد بقى هم اللي بيحبوا الاندومي الكوري، بس انا بصراحه مش قادره اطوع نفسي واجيب لهم. هنا قسم البونبوني، كل البونبوني هنا طعمه حلو. هنا ده البونبوني ده حلو توفي ب 11 درهم 99، يعني ب 12 درهم. اسعارهم حلوه جدا يا جماعه والله، مفيش حاجه عندهم غاليه. ده ب 14 درهم. الولاد وهم رايحين المدرسه الصبح بيحبوا السناكس كده ياخدوها معاهم كل يوم، وانا كل ده كنت جايباه، بس طبعا ما عرفتش اصور لكم لاني كنت شايله شنط كتير قوي، فما عرفتش اصور لكم الحاجه. تعالوا نخش قسم الشيبسي. بصوا هنا بقى الشيبسيهات للولاد عشان المدرسه الصبح. حاجات الحار اهي، ولادي بيموتوا في الحاجات الحار، بيعشقوها. هنا الشيبسيهات يا جماعه، انا ما جبت الشيبسيهات من هنا، انا جبت السناكس اللي بره اللي وريته لكم ده، كان سعره حلو وعرض حلو بصراحه. ودي حلوه قوي ب4 درهم 3 وربع. رقائق البطاطس دي حلوه قوي يا جماعه، وطعمها برده حلو ولذيذ، مش هتندموا انك تدوقوها. ماشي. والبسكوت ده، البسكوت ده حلو للولاد كده الصبح قبل ما ينزلوا مع كوبايه اللبن. طبعا مش محتاجه اوصيكم على اللبن يا ولاد، اللي ما بتشربوش اللبن وما بتسمعوش كلام ماما. في ايه تاني هنا انا جربته؟ البسكوت ده انا جربته في البيت وطلع طعمه حلو ولذيذ يا جماعه. كل اللي عايز يجرب على ضمانتي البسكوت ده. في بسكوتات اللي انا بقول لكم فيها على ضمانتي ببقى انا مجرباها في البيت قبل ما اجي اتكلم عنها، عشان ما حدش يبقى متضايق من طعم حاجه.
طبعا هنا الماجي وحاجه الشوربه والتوابل بتاعه الاكل اهي كلها باسعارها. احنا طبعا يا جماعه عاملين دربكه في المحل للناس مش عارفه تعدي مننا. الزيوت بقى اهي برضو، انا جبت زيت زيتون من هنا كان حلو، جبت زيت الزيتون ده كان حلو قوي من هنا اهو يا جماعه. اي حاجه بوريها لكم بقول لكم ان انا جبتها بتبقى على ضمانتي انا الشخصيه عشان انا جربتها قبل ما اجي، والحاجات اللي جربتها بقول لكم عليها. وفي هنا يا جماعه زيت جوز الهند انا ما جربتوش، بس اللي جربه يا جماعه يا ريت يقول لي رايه فيه. انا ما جربتوش بصراحه، انا مش من الناس اللي بتحب تجرب حاجات كتير ما عملتهاش قبل كده او دقتها قبل كده، فانا مش عارفه. طبعا قسم التميز اللي الولاد كلهم بيحبوه اهو قدامنا، اي نوع تميز الولاد عايزينه هيلاقوه موجود هنا اهو يا جماعه. التميز كله قدام الولاد. والعسل تعالوا بقى يا جماعه كده نخش على قسم العسل اللي انا ومامي كتير بنحبه والولاد طبعا مش بيحبوه. انا جبت عسل ايه؟ انا جبت العسل ده، للاسف انا مش قادره اقول لكم اسعار، هم مش حاطين الاسعار هنا ها، بس انا جبته وكان طعمه حلو بالنسبه لي. طبعا بالنسبه لاولادي طعمه مش حلو عشان ولادي ما بيحبوش العسل. اي حاجه مفيده للولاد اكيد مش هيحبوها. لبن ابو قوس انا ما جربتوش، بس لو حد جربه يا ريت يقول لي عليه اخباره ايه، بس انا بسمع ان هو كويس برضه. هنا هو عامل عليه عرض هنا اهو يا جماعه معمول عليه عرض، الستة ب 16 درهم اهو يا جماعه. هو عامل عليه عرض اهو. انا ما جربتوش بصراحه يا جماعه، انا بحب اللبن العادي يعني، مش عارفه بقى انتوا شوفوا انتوا اللي انتوا بتحبوه، احنا مش بنفرض عليكم راينا، احنا بنقول لكم على الحاجه اللي احنا بنلاقيها وبتطلع طعمها حلو. لبن لونا بس مش حاطط برضو سعر للاسف، او لو لقيت سعر ليه يا جماعه هقول لكم سعره كام. هو مش حاطط سعر للاسف يا جماعه، بس احنا ممكن ناخد اي حاجه ونعرف سعرها اهي اهو من هنا. بصوا انا بغلب في البتاع دي قبل ما بطلع سعرها يا جماعه، والله مش انا كل مره اللي بعملها. يا طارق يا بابا. $13 درهم يا جماعه. اللبن لونا ده موجود هنا اهو 13 درهم. ماشي تعالوا بقى اما اوريكم اسمه ايه، نسيت اسمه، مبيض النسكافيه. مبيض النسكافيه لعشاق النسكافيه زيي اهو. مبيض النسكافيه اهو يا جماعه ب9 درهم اهو. البونبوني ده زي ما قلت لكم طعمه خطير جدا. والعصير ده انا جربت منه، كان فيه هنا منه مانجا انا مجرباه كان ب20 درهم، 21 بالظبط، كان فيه منه مانجا انا جربته. والصلصه دي برضو يا جماعه انا جبت منها في البيت، دي كانت سعرها حلو قوي، مش فاكره كان 3 درهم تقريبا. هي دي سعرها حلو ونوعها كويس. ماشي انا اي حاجه بجربها هنا بقول لكم عليها. البسكوت ده انا ما جربتوش، البسكوت ده انا ما جربتوش، بس اللي جربه يا ريت يا جماعه يكتب لي في التعليقات اخباره ايه عشان لو طلع حلو نجيبه احنا كمان. ماشي. عرض الصابون هنا ولا دي ايه؟ صابون. عرض صابون هنا اهي ب5 درهم يا جماعه. وده مشروب طاقه يعني، حاجه تدي كده باور ب15 درهم. ما جربتهاش برضو يا جماعه. الحاجات اللي بقول لكم انا جربتها بكون فعلا جربتها عشان تجربوها انتوا كمان. هنا اللبن بقى، هنا اللبن اسعاره متفاوته، بس ده تقريبا ب4 درهم. هو اسعار متفاوته للبن، مش قادره احدد لكم نوع معين عشان انا جايبه لبن، فمش قادره احدد نوع معين لاني وريتكم في اول الفيديو اللبن اللي انا جايباه كان نوعه حلو، مش عارفه اقول لكم انهي نوع اللي انتوا تجربوه. مسحوق الشطه
صلصه حار اهي يا جماعه، بس برضو مش عارفه سعرها، مش كاتبين للاسف. في حاجات بيبقوا حاطين سعرها عليها وحاجات تانية لا. عايزه تعرفي سعرها؟ ما انا بقعد كتير قوي عقبال ما بوصل لسعرها. خد يا طارق طقطق. استنوا كده. ده سعرها كام؟ وفي منه هنا معاه معجون طماطم، بس يعني شكله ده اكتر. امسكوا حلو يا طاطا. بس وده السلمون ده كويس برضو. عرض السلمون ده كان حلو، جبته كان طالع كويس، طعمه كويس، مش حلو ومش وحش يعني. بالنسبه لي كان مش بطال، لان انا مش بحب التونه والسلمون قوي، فكان طعمه بالنسبه لي كويس. هنا عرض البولوبيف ده كان حلو، ده ب8 درهم ونص، ده كان عرض حلو بالنسبه لي. شفتوا بقى حنس اهم حد في الفيديو، الاولاد الصغننين اللي لازم نجيب لهم اكل معانا واحنا ماشيين. طبعا انا ما بفضلش قوي الاكل ده، وبفضل دايما ان ماما تعمل لهم. 7 درهم. ماشي يا جماعه. طارق بيقول لكم هو شاف مسحوق الشطه ده وطلع ب7 درهم. انا ما جبتوش بصراحه يا جماعه، انا مش بحب الشطه بس مش قوي قوي، فبالنسبه لي دي هتبقى كتير علينا. بس وفي ايه تاني؟ في ايه تاني جربناه هنا منتجات بقى، البسله والفاصوليا، الحمص، كل دي حاجات جاهزه للناس اللي بتحب الحمص تحطه في السلطه. ماشي. معجون السنان هنا برضو عامل على معجون السنان هنا يا جماعه عرض. تعالوا كده مع بعض نشوفه اهو. عرض الاتنين ب7 درهم اهو يا جماعه. مش عارفه ده مش حاطط عليه السعر ليه، بس هما التلاتة مع بعض بس مش حاطط عليهم سعر. ماشي. وده معجون وفرشه مع بعض اهم ب6 درهم اهم. في معجون اسنان بالفحم. كان في بره ده عليه عرض اللي بالفحم ده. انا وريتكم ده؟ لا لسه. ده يا جماعه عامل برضو عليه عرض ب10 درهم. ده يا جماعه عليه عرض برضو ب10 درهم. ماشي. معجون السنان اللي عليه فحم بره في اول حاجه اول ما تخشوا. خلاص. وهنا احنا ما خدناش بالنا من الكاتشب. عرض التوفير للكاتشب ب9 درهم اهو. هو حاطط السعر اهو ب10 درهم اهو يا جماعه. السعر 10 درهم كاتشب. ودي ورقه المنيو بتاعت الاسعار، هناخدها معانا بره ونتفرج عليها براحتنا. ماشي. عشان احنا لو وقفنا نتفرج عليها هنا مش هنمشي، هنعيش معاهم، وانا من رايي ان انا اعيش معاهم. دي فاصوليا حمراء للناس اللي بتحبها للسلطه، هيتبسطوا قوي بطعمها. في ايه تاني هنا؟ في حاجه هنا انا جربتها، البسكوت ده. البسكوت ده انا جربته الصبح مع الشاي، لاني ما بحبش اقوم من النوم افطر كده على طول. ده انا جربته مع الشاي. ده وزنه 1 كيلو. ده كيلو. 5 بسكوتات يعني 5 وحدات. 1 2 3 4 5 6 كمان يا جماعه. ده انا ناسيه 6، بس مش عارفه هي دي حد واكل منها ولا هي شكلها كده. لا هو ده ال5 دول كيلو. وعليهم دي هديه الصغيره دي هديه. ممكن بقى يا جماعه 75 جرام ممكن، لان انا كنت جايبه 5، فدي بقى الفري دي جايه جديده. ماشي. دي ب12 درهم. الصبح مع الشاي كده، لعشاق الشاي زي الصبح كده هيتبسطوا بيها قوي مع الشاي، مش هتبقى طعمها وحش يعني، لان انا ما بحبش اقوم من النوم افطر كده. ماشي. ده انا ما جربتوش بس بفكر اجربه، بس مش عارفه. الكوكيز عندي محدش بياكله غيري، الولاد بيحبوا الشوكولاته اكتر والشيبسيهات والكيكات، بس فعايزه اجرب حاجه الولاد يحبوها وياكلوها. ممكن اجيب ده، بس انا مش عارفه ده بكام. ماشي. هنا بقى البسكوتات، اللي بيحبوا البسكوتات بالاطعمه، بره كان في بسكوت هايل انا كنت جايباه، ولا هو ده تقريبا، هو ده يا جماعه. هو ده باللوز، وانا كنت جايباه، جبت اللي باللوز حلو قوي قوي قوي، طعم اللوز واضح فيه. وجبت اللي بالكاجو كمان اهو، كنت لسه هوريه لكم بره اهو يا جماعه. وادي اللي بالكاجو حلو برده وطعمه لذيذ، الكاجو باين فيه.
وكان في نوع ثالث بالكمون بس مش عارفه هو مش حاطه ليه، ما جربتوش اللي بالكمون بس طعمه حلو. ده بالزبده، ما كانش عارض اللي بالزبده، ده كان عارض بداله بالكمون والكاجو واللوز. جبت اللي بالكاجو وباللوز، كانوا طعمهم حلو ولذيذ قوي بالنسبه لي. بس ده قسم البسكوتات بقى والشيبسيهات للناس اللي بتحب الشيبسي والبسكوت زي ولادي. والسناكس كده، اكياس سناكس مع بعض 3 اكياس اهم، يا رب يكونوا باينين في الكاميرا كويس. عرض اقتصادي 3 مع بعض بس مش 10.5. لا كاتب سعر 10.5 درهم ال3 اكياس. بس وفي ايه تاني؟ وفي ده برضو السناكس ب10 درهم، 3 اكياس برضو يا جماعه سناكس مع بعض ب10 درهم. ماشي يا جماعه. في حاجه تاني هنا عايزين نشوفها؟ مش عارفه، تقريبا لا مفيش حاجه هنا عايزين نشوفها. المناديل، تعالوا بقى نخش على المناديل زي اي بيت. عرض المناديل 1 2 3 4 5 6 مناديل ب9 درهم، 6 علب. هنا هو عامل عرض على مناديل تانية 5 ب16 درهم. اكيد دي جودتها احسن من دي عشان هو كده مغلي في سعرها، اكيد يعني مش ممكن يكون مغلي في سعرها كده، اكيد الجودة احسن. مناديل المطبخ طبعا يا جماعة اهي بكرتين مع بعض، بس هو برضو للاسف مش كاتب لي اسعار تحت، وانا معلش يا جماعة والله انا بنسى جامد، فما تلوموش عليا بقى في النسيان. بس انا ممكن اقول لكم سعر بكرة المناديل الواحدة اهي، دي ب7 درهم اهي يا جماعة. معلش بقى انا نفسي اقول لكم على اسعار كل حاجه، بس انا للاسف اما بجيب الحاجه ما ببصش في الفواتير. بصوا دي يا جماعه، هي دي بالنسبه لي انا اقتصاديه اكتر للبيت عشان الاكل والبطاطس وكده، دي ب14 درهم. ودي بقى كيس المناديل ب3 درهم، ده لما بيكون بقى الولاد عازمين حد على الغدا وكده او في حاجه بحب احطها في الاطباق يعني. طبعا اي حد من الولاد عيد ميلاد مش محتاجه اقول لكم، التجهيزات برضو بتاعه العيد ميلاد هتلاقوها كلها هنا، بلالين شمع اي حاجه هتلاقوها هنا اهي يا جماعه. كل حاجه للعيد ميلاد موجوده هنا اهي يا جماعه، كل حاجه. القسم اللي الولاد ما بيحبوهوش قسم التعليم. يلا نخش بقى على الحاجات حاجات المدرسة، مش عارفة انطقها صح. حاجة المدرسة اللي الولاد كلها ما بيحبوهاش. حلوة الكشاكيل قوي. ده الدوسيه تحطي فيه الورق للولاد اللي بياخدوا ورق في الدروس اهو، حلو جدا يا جماعه والله، وخامته كويسه قوي وشكله كمان حلو. وربنا يوفق اولادنا كلهم يا رب، وندعي لكل ام معاها ولد في سنه رابعه ربنا معاها، مش معاها ولد في سنه رابعه، دي معاها ولد في ثانوي عام. اهو يا جماعه ده بقى كده، ده كده بقى الكشاكيل حبايبنا اللي بيحبوا المدرسه قوي زي عينيهم اهو، الكشاكيل الحلوه اهي. بس برضو للاسف يا جماعه مش كاتب اسعار على الكشاكيل، فانا مش عارفه اقول لكم اسعارها ايه. فتعالوا بقى يا جماعه احنا هنتفرج بقى كده مع بعض. بصوا بقى الكشكول ده خطير خطير يا جماعه، للولاد اللي ما بيحبوش المدرسه هيحبوا الكشكول ده بالذات اهو. بابل في الكشكول، اظن ما فيش دلع وروشنه اكتر من كده اهو. عاملين لكم منه الوان كتير واشكال كتير. معلش بس الكشكول ده برضو لفت انتباهي. امسك كده يا طارق. لا 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 لا، ايه الجمال والحلاوه دي، ايه الحلويات دي كلها يا ناس، الله تحفه تحفه جدا. ده مش غالي والله يا جماعه، انا كنت متخيله سعره اكتر من كده. بصوا معايا كده، طلع ب10.5 درهم والله يا جماعه، ولا اي حاجه، ده كفايه شكله وجمال شكله من بره. بصوا عامل ازاي ولذيذ ازاي، تحفه.
لا لا لا، عاملين حاجات جامده، واكيد هنا برضه هلاقي السعر وانا ممكن ما اكونش خدت بالي. ب8.5. والله مش خساره فيه يعني، كفايه البابت اللي بره دي حلوه جدا، مدلعين الولاد خالص. ربنا بس معاهم يا رب ويوفقهم. بصوا ده حلو برضو قوي، الولاد عشان يبقوا مركزين كده، كل جزء بلون اهو يا جماعه، حلو قوي والوانهم لذيذه جدا والله. ده بكام؟ ب5.25. اسعار اهي طلعت محطوط عليها، انا ما كنتش واخده بالي. يلا يا جماعه نتفرج على بقيه الحاجه. انا عايزه ارجع المدرسه تاني، معلش بقى، انا بعد ما بشوف الحاجات دي ببقى عايزه ارجع المدرسه تاني، وولادي يقولوا لي روحي المدرسه مكاننا. دي بقى مش شكلك ملفت قوي، الله، للولاد اللي بيحبوا الرسم. كل الولاد اللي بيحبوا الرسم هيتبسطوا قوي بدي. علبه الالوان بتاعه الرسم دي حلوه، عندنا ولاد كتير بيحبوا الرسم ويحبوا يلونوا. طبعا مش محتاجه اقول للولاد، اي حد عنده طاقه يخرجها في الرسم بدل ما يخرجها في الموبايل كده ويفضل ماسك الموبايل 24 ساعه. اقعد ارسم وخرج الطاقه اللي عندك كلها في الرسم. بجد الرسم ده متعه كبيره، متعه في حياتنا. بازل بقى، الولاد اللي بتحب تجمع وترتب البازل اهو، عشاق البازل، وفي منه اشكال كتير. بس طبعا انا لو قعدت اطلع شكل مش هنمشي النهارده، فيعني ايه، بصوا يا جماعه دي سعر اهو 8.5. حلو قوي. يا رب يا جماعه تكون بس الحاجه واضحه قدامكم عشان تبقوا مبسوطين بيها. الاقلام بقى هي كلها، طبعا الناس احنا عاملين لهم زحمه جامده، بس ممكن نلف بالكاميرا كده على الاقلام عشان تتفرجوا عليها، وكل اللي بيحب حاجه او نفسه في حاجه يجيبها. الاقلام هنا كمان شكلها حلو واكيد اسعارها حلوه. انا علبه الاقلام دي ب11.25 درهم. فيها كام قلم مش عارفه، بس تقريبا كده 25 يعني تقريبا. والله يا جماعه هو مكتوب 25 من بره، مش متاكده، بس يعني حلو، سعرها حلو برضو قوي، ب11.25 25 قلم، حلو جدا. انا زي امهات كتير بجيب الاقلام بالدست عشان ولادي كل يوم بيضيعوا الاقلام في المدرسه. تعالوا بقى كده يا جماعه، معلش احنا عاملين زحمه جامده، طبعا مش محتاجه اقول لكم احنا عاملين زحمه ازاي. الشمسيات اهي يا جماعه عشان النطره، بس الجو في دبي اليومين دول حلو، مش محتاج يعني. وهو برضو الجواكت دي برضو حلوه للنطره، كان عامل عليها عرض في الورقه بس انا مش فاكره، بس هرجع اقول لكم بالظبط الجاكيت ده بكام. ماشي. دي طبعا التوك والاكسسوارات بتاعت البنات، اللي عنده بنات حلوه صغننه كده يا خلاصي. اسعاره والله حلوه جدا، ب10.5 درهم. الشنطه الحلوه اللذيذه دي شايفينها يا جماعه معايا، الشنطه الحلوه دي ب10.5، جميله خالص خالص خالص. مش عارفه امسك ايه ولا ايه من كتر ما الحاجات حلوه. ماشي. كيس التوك ده برضو حلو وعملي للولاد البنات الحلوه اللي بتفك شعرها كتير، ب10.5 اهو يا جماعه. يا رب تكون الاسعار باينه قدامكم. مش عارفه كام توكه بصراحه، مش كاتب بقى، هو مش كاتب، بس يعني كيس حلو ومليان كتير للبنات الحلوه اللي بتفك شعرها وبتقلع التوك. اظن مامي بتعاني كتير من الحاجات دي. حلو البكر ده للبنات بقى الكبيره شويه اللي عايزه تعمل شعرها كيرلي كده طول الوقت، 4.25. بس انا ما جربتش البكر ده يا جماعه بصراحه، عشان مش عارفه اقول لكم ايه يعني. انا نفسي اقول لكم على البكر ده اخباره ايه، بس انا ما جربتوش. انا ما جربتش حاجه البنات من هنا، بس لو لقيت حاجه انا مجرباها هقول لكم عليها.
بس هنا انا ما جربتش حاجه البنانيتي الحلوه دي. معلش يا جماعه على صوتي، عندي برد مبهدلني. حلو ده قوي يا جماعه، بصوا شكله حتى شيك قوي 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 لعشاق القهوه. بصوا شكله حلو ازاي، وب2 درهم يا بلاش والله، حرفيا يا بلاش. بصوا ده يا جماعه ب3 درهم، بس انا مش عارفه هو ده ايه يعني، يا ريت حد يقول لي ده ايه اصلا، انا بس مش عارفه ده ايه. ماشي. كشاف للمكتب اكيد، وبابا طارق بيقول لي ان ده كشاف بتاع المكتب، بس انا مش متاكده قوي. عشاق البرفانات بقى، عشاق البرفانات وازاز البرفان وكده. مش عارفه اقول لكم الريحه ايه عشان ما فتحتش حاجه، بس ب2 درهم. بس انا ما فتحتش حاجه، بس وعندي برد فمش هبقى شم قوي، فمش قادره احدد الموقف في الموضوع ده. لا الاسعار هنا ارخص من بره بكتير. يعني الفيديو اللي احنا عاملينه ده بعد لف 30 يوم. يعني اللي عايز يا جماعه اجيب له محلات تانية. هنا فعلا الاسعار رخيصه خالص خالص بالنسبه لمحلات تانية بره كتير. اللي عايز يا جماعه اطلع محلات تانية واصور له فيها، بس هما للاسف الناس مش بترضى. انا لما بدخل محل بيقولوا كاميرا نو، كاني يعني هعمل حاجه هم عاملين حاجه غلط. لكن انا بصراحه يا جماعه ببقى عايزه اصور لكم من كل مكان بنخشه، لكن هنا انا لقيت كل حاجه حرفيا رخيصه. انا ما صورتش الفيديو ده الا لما اكدت ان الحاجه هنا رخيصه قوي، فعشان كده يا جماعه انا جبت لكم الفيديو ده. طبعا ناس كتير عايزه تروح قسم الالعاب لان في جزء تاني للفيديو، بس انا هوقف هنا وهصور الجزء التاني وانزله لكم برضو. بس استنوني في الجزء التاني. سلام يا جماعه.